يا استاذ عمرو، استاذ عمرو، من حق جماهير الاهلي النهارده تفرح. العبره بالنهايه. صحيح، العبره بالنهايه. وعندما يتدخل الاهلي وتجيله سن تروح كده، سن تروح وهو لسه الاهلي يا دوبك يعني بيقول انا 3-0 وهو لسه يعني بيبلع عليهم. مبروك 3-0. مبروك لجماهير النادي الاهلي يعني لكن انت برضه لازم تفتكر انك انت في المركز الثالث وامرك مش في ايدك وان الزمالك امره في ايده موسم مش الزمالك الاول وان الزمالك لو كسب الماتشين اقول لك على حاجه. مبروك للزمالك الدوري السنه دي كامل 15. الاهلي جابه سنه 74. نرجع تاني سنه 74. خليك سنه 74 الاهلي جابه سنه 74. الاجيال اللي قاعده قدامنا دي اللي عنده 10 سنين عنده تقريبا 18 دوري. خلصت جاي لك رساله من صديق. ثانيه واحده بس، انا بتكلم بالارقام يا استاذ عمرو. نحن لا هتاف ايه؟ الاهلي كسب 3 ولا ما كسبش؟ يعني ايه المشكله؟ وخسر 3 خلاص وده هتاف. طب ايه المشكله؟ اصل بقول لك هتاف. اسال انتوا ايه؟ انتوا واقفين ايه؟ جاي لك رساله من صديق بيحبك يعني. صديق؟ بيقول لك تواضع شويه يا استاذ عمرو. لا احنا متواضعين، احنا ابطال الدوري. ايه المشكله؟ التواضع. ابطال يا استاذ عمرو لما تاخد الدوري. استاذ عمرو معلش، بطل الدوري حتى الان. استاذ عمرو حتى الان بطل الدوري. استاذ عمرو لا اسمك الاول مش البطل. البطل لما تاخد لا ما زلت البطل. لا البطل اللي كان حافظ اللي معاه اللقب هو البطل. انما البطل لما يجي الثاني ياخد الدرع. الموضوع بسيط. الموضوع بسيط خالص. انا المتصدر. الموضوع بسيط يا استاذ عمرو. الموضوع بسيط. جماهير الاهلي لا تسعد ولا تفرح من المباراه. لا فرحانه طبعا انها كسبت البطل. ايه المشكله؟ خالص لازم تفرح. لا معلش ايه الجديد؟ حقك هو ما كانش بيحصل. لا حقهم. هو ما كانش بيحصل. انا مبسوط انهم فرحانين. هو الاهلي بيكسب الزمالك ده جديد. بص بعد اللي حصل 3 مرات انت عملته 3 مرات يا استاذ ايهاب. بقول لك شافك في السوبر قال لك صباح الخير يا استاذ ايهاب. شافك في الدور الاول قال لك مساء الخير. لا ده جديد، ده بمره جديده. شافك في الدور الثاني قال لك تصبح على خير. طب يعني طب ايه القصه؟ بعد اللي حصل من بيراميدز معاكم ايه المشكله؟ اللي حصل طبعا الازمه الكبيره دي ولا ازمه ولا حاجه. مباراه كبيره ولا ازمه ولا مباراه. طبيعي ان لغايه الدقيقه 70 ده شيء كويس. لغايه الدقيقه 70 بيراميدز ما جاش. الاهلي تعادل بهدف ما يتلغيش. الحكم لغاه قلنا مش مشكله خلاص مش هنتكلم. طبعا الحكم الالماني كان الحكم ما سمعتوش ليه الفار صحيح. هدف مايلي والله كنت متداس على رجل الراجل وطالع يجيب جون مايلي وجاب جون ما ينفعش يتحسب. اقول لك على حاجه، الراجل اوسكار رويز رئيس لجنه الحكام لازم يتعلم ضربه الجزاء اللي ظلم فيها الاهلي في مباراه سيراميكا اللي هتبقى للتاريخ. مفيش كوره زيها في العالم اللي اتحسبت. باريس سان جيرمان والبايرن الكوره اتحسبت. في الدوري المصري بعد الاهلي الكوره اتحسبت. النهارده قدام الزمالك الكوره اتحسبت. رويز اتفرج يا رويز ظلمت الاهلي. شوف عايزين تمشوا لمسه يد. عايزين تمشوا هو مشي خلاص لانه فاشل. عايزين تمشوا رويز علشان هو مشي لانه فاشل. مشي لانه فاشل. النهارده الكوره اتحسبت. بعد ماتش الاهلي الكوره اتحسبت. في البايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الكوره اتحسبت. خد بالك انتوا عملتوا نفس الموقف ده مع كابتن عصام عبد الفتاح خالص ولا حاجه. نفس الموقف ولا حاجه. بقى الكابتن عصام عبد الفتاح الزمالك ماشي كويس. الزمالك ماشي كويس. الزمالك ممكن ياخد الدوري. انا بقول لك بس على حاجات ليست هتافات ولكنها واقع. الاهلي دايما لما بيقابل الزمالك هو طبعا صاحب الفرص الافضل ايا كان مستواه. الزمالك هياخد الدوري ان شاء الله وباذن الله البطوله عندنا. يعني بعد امرنا في ايدنا. هنكسب مباراتين. الامر في ايدك. مباراه انبي مش هتنتظر نتائج غيرك. انت البطل. مباراه انبي مش شايف. انت كنت ممكن مشيت من اللغط ده في مباراه انبي. مباراه الاهلي مش مركز. خلي بالك في مشاكل بتحصل في اوضه اللبس بعد الهزيمه دي. النهارده تغييره عبد الله السعيد مش هتعدي على خير. الراجل طلع خبط وشوح واتكلم وعلى صوته والكابتن معتمد مدرب كبير جدا قال انا بعمل اللي انا شايفه. ففي بعض المشاكل لازم تتعالج كويس.